القصة ديال اليوم غادي ترجع بينا لسنة 2023 واللي في هاد الصورة كان سميتها فرح محمد. فاش غادي تسمع القصة ديال اليوم غادي تفهم المعنى الحقيقي ديال حظي من عدوك مرة وحظي من صاحبك 1000 مرة. ما نطولش عليكم الفيديو كتر وخلينا نبداو في القصة مباشرة. شادين طريق نشدو قصة. فرح كان طالبة في الثانوية وكان الأب ديالها ميت ومن هي وصغيرة، واللي تحملت المسؤولية ديال التربية ديالها هي الأم ديالها، لدرجة أن الأم ديالها تشدات في الحبس بسبب القضية ديال الشيكات. وفي هاد الوقيته فرح كان العمر ديالها هو 11 سنة وعاشت إما في دار جدها وإما عند خالتها، وفي الواقع هاد الجوج هما اللي ساهموا في التربية ديال فرح. وخالتها بالخصوص لعبت دور كبير في التربية ديال فرح حتى كملت قرايتها ودخلت للثانوية. خالتها عوضت ليها النقص اللي خلاته الأم ديالها وكانت كتشوفها بحال بنتها، واي واحد كان كيجي يسولها على فرح كتجاوبها باللي بنتها وماشي بنت ختها. وحتى فرح كانت كتحس باللي خالتها هي الام ديالها وكانت كتحكي ليها كل شيء بلا ما تحشم منها. الظروف ديال فرح كانت صعيبه وكانت بوحدها وكانت ديما حاسه براسها اقل من الناس كاملين، بالرغم من ان خالتها عمرها ما خلاتها تحس بهذا الشيء. ولكن فرح كانت هذه هي المشاعر ديالها حتى جا واحد النهار وتعرفت على واحد البنت سميتها آية. هاد آية كانت كبيرة عليها ب7 سنين وكانت عايشة مع دار جداتها حيت والديها مفارقين. دار جداتها كانت قريبة من دار جد فرح، وهاد الشيء اللي خلى العلاقة بيناتهم تكون قوية بزاف. من نهار تعرفت آية على فرح ولات عندهم واحد العلاقة ديال صداقة قوية لدرجة أن فرح كانت كتعرف آية للناس باللي ختها، وحتى قدام الناس كانوا كيبانوا بحال الخواتات، وكانوا تقريبا ديما كيباتوا مع بعضياتهم، إما آية كتبات عند فرح وإما فرح كتبات عند آية. فرح كانت واثقه فيها بزاف وكتشوفها احسن صديقه ليها، حتى الجيران كانوا كيهضروا عليهم باللي خواتات. ولكن الغريب هو ان خالة فرح ما عمرها ما ارتاحت لآية، وكانت ديما كتقول لفرح باللي آية بنت ماشي مزيانه وباين عليها الحسد، وكانت ديما كتحذرها منها شويه وكتقول ليها على الاقل تخفف من العلاقه بيناتهم. لكن بالرغم من هذا الشيء فرح كانت ديما كتدخل في خلافات مع خالتها بسبب آية، وكتقول ليها باللي آية هي أحسن حاجة عرفاتها في حياتها وأنها الأخت اللي ربي عوضها بها. ولكن من بعد 5 سنين ديال الصداقة اليومية بداو كيظهروا بيناتهم خلافات، وفرح بدات كتحس أن كلام خالتها كان صحيح. آية كانت كتغير منها بزاف، وكل مرة كتعرف باللي فرح غادي دير شي حاجة زوينة كانت كتحسدها، وهذا الشيء كان كيبان في عينيها. فرح بدات كتلاحظ هذا الشيء في آية بزاف، ولكن ديما كانت كتكذب راسها وكتقول باللي هذا الشيء غير اوهام بسبب الهضره ديال خالتها على آية. 17/7/2023 خالة فرح غادي تتصل بفرح وغادي تقول ليها باللي كتوجد راسها باش تمشي تشوف الام ديال فرح، وقالت ليها انها نازله تشري شي حاجه باش يعطيوها ليها ملي يمشيو يزوروها في الحبس. لكن فرح قالت ليها باللي عيانه هاد المره وما غاديش تقدر تمشي معاها، ولكن المره الجايه غادي تقدر تمشي معاها. وقبل ما تقطع عليها الخط قالت ليها باللي غادي تقدر تبات عند آية هاد الليله. خالتها مشات زياره عند الام ديال فرح في الحبس، وملي رجعت في الليل حاولت تتصل بفرح باش تطمن عليها وتشوف واش ولات مزيانه، حيت كانت حاسه من صوتها انها مريضه. ولكن لقات تليفونها كان طافي، فظنت انها شي حاجه عاديه وقالت باللي فرح كانت عيانه وطفت التليفون ديالها باش تنعس مرتاحه، خصوصا انها بايته مع آية اللي هي كانت الاخت ديالها وماشي الصديقه. في النهار الثاني حاولت خالتها تتصل بها مرة أخرى، ولكن لقات تليفونها كان مسدود، وبدات كتتصل بآية وحتى تليفونها حتى هو كان مسدود، وبقات كتحاول تتصل بهم لمدة 3 أيام، ولكن تليفوناتهم 3 أيام وهما طافين. خالتها تخلعات على آية بزاف وقررت أنها تمشي عند البوليس باش دير محضر غياب الفرح. ولكن قبل ما تمشي عند البوليس بغات تمشي عند الجدة ديال آية هي الأول وتسولها عليها، وتصدمات من اللي عرفات أن الجدة ديال آية طرداتها من البيت من مدة طويلة وما عارفاهاش حتى فين ساكنة. خالتها بقات مصدومة وما عارفة شنو دير حيت فرح ما عمرها ما قالت ليها هاد الشيء. مشات عند البوليس ودارت محضر غياب الفرح وكتهم فيه آية مباشرة أنها السبب في اختفاء فرح، وعطاتهم كل المعلومات على آية. ولكن في الأخير غادي تعرف أنها ما كتعرف والو على آية. 21/7/2023 يعني 4 أيام من بعد اختفاء فرح، وصل واحد الخبر رجال الامن من واحد العامل ديال النظافه انه لقى واحد الخنشه فيها جثه مرميه في الواد الحار. البوليس مشاو للبلاصه اللي قال لهم عليها عامل النظافه واكتشفوا ان الجثه مقطعه لطروفها صغار وخانزه.
داو هاد الجثة للطب الشرعي باش يحدوا شكون هاد الشخص وشنو وقع ليه. البوليس قاموا بتفريغ الكاميرات اللي في المحيط، يعني في البلاصة اللي لقاو فيها الجثة، باش يعرفوا شكون اللي رمى هاد الجثة في المصرف الصحي. وفعلا لقاو تسجيلات ديال الكاميرات ان اللي رمى هاد الجثة كان واحد مول تريبورتور، ولكن الغريب انه كان كيتصرف بشكل عادي بحال ما داير والو، يعني ماشي شي واحد كان كيخبي شي حاجة، وحتى انه ما كانش مزروب او كيتلفت موراه، كان كيهز الخنشة بطريقة عادية وكيحطها في المصرف الصحي بمنتهى السهولة. وهذا الشيء اللي ما دخلش الراس ديال رجال الامن، حيت فعلا ما باينش عليه التوتر، وغالبا ان مول تريبورتور ما عارفش باللي الخنشة فيها جثة. من بعد البحث الجنائي قدروا رجال الامن يوصلوا لمول تريبورتور، ومن خلال التحريات عرفوا انه واحد الانسان محبوب وصعيب عليه يدير جريمة بحال هادي. الناس كيهضروا عليه مزيان وما عندوش شي سوابق اجرامية من قبل. في نفس الوقت خرج تقرير الطب الشرعي وصف حالة الجثة اللي لقاها في واحد الحالة صعيبة بزاف. جثة كانت منفوخة وبلا حوايج ديال واحد البنت في العشرينات. الجثة كانت في الحالة ديال التعفن والتحلل، لدرجة ان العظام ديال الفك وديال السطر كانوا بداو كيتحلوا. رجليها كانوا مقطوعين بشي حاجة اللي ماضية، والجثة كان فيها اثار ديال الحريق من الدرجة الرابعة، يعني الوجه كان مشوه. غادي نرجعوا لمول تريبورتور اللي شدوه البوليس وبداو كيحقوا معاه، وتاكدوا باللي هذا الراجل ما عندوش شي علاقه بالجثه ولا بالجريمه، واخا تصور هو كرميها. ولكن ملي سولوه البوليس على الخنشه تفكر مباشره، حيت القضيه كانت غريبه بالنسبه ليه. قال لهم باللي واحد البنت وقفاتو في الساعه ديال الفجر وطلبات منه يهز هاد الخنشه ويديها يرميها في الواد الحار. قال لهم باللي الخنشه كانت فيها ريحه خايبه بزاف، وفاش سولتها قالت لي باللي كنت مسافره والثلاجه طفات لي على اللحم، وانا كنت غادي في طريقي وديت معايا هاد الخنشه رميتها في الواد الحار. البوليس غادي يقولوا ليه دينا للبلاصه اللي هزيتي منها الخنشه، حيت كان باقي عاقل عليها مزيان. مشى معاهم حتى وصلوا للدار، وفاش دقوا خرجت عندهم آية. يلا شافت معاهم مول تريبورتور وهي تنهار وبدات كتعترف بلا ما يسولوها. البوليس عرفوا باللي هذه هي آية اللي كانت صاحبة فرح. شدوها وبداو كيقلبوا في الدار، ولقاوها في هذيك الوقيته انها كتغسل الزربيه اللي باقي عليها اثار ديال الدم. ومن بعد التفتيش غادي يلقاو باللي باقي شي اطراف ديال الجثه في الدار، وكاينين شي اثار ديال الحريق اللي كانت كتحاول تنظفهم آية. ولقاو عندها واحد التليفون جديد، فاش غادي يفتحوه غادي يتاكدوا باللي هاد التليفون ديال فرح، حيت اخر المكالمات كانت من خالتها. البوليس غادي يتصلوا بخالة فرح باش تجي وتتعرف على الجثه. خالتها جايه الطريق كامله وهي كتدعي الله انها ما تكونش الجثه ديال فرح. ملي وصلت للمشرحه ما قدراتش تتعرف على الجثه، حيت كانت مشوهه بزاف وصعيب على شي واحد يتعرف عليها. ولكن فاش خداو العينات ديال البصمه الوراثيه من الجثه وطابقوها على البصمه ديال الام اللي كانت في الحبس، طلعت بصح الجثه ديال فرح. البوليس فتحوا تحقيق مع آية باش يعرفوا علاش قتلات صاحبتها بهذه الطريقه هذه. وهنا بدات كتحكي لهم القصه من الاول، باللي فرح سلفت من عند آية 3600 جنيه، وآية كانت ديما كتطلب من فرح باش ترجع ليها الفلوس ديالها، ولكن فرح كانت ديما كتقول ما عندهاش وما غاديش ترجعهم ليها. وقعوا بيناتهم خلافات من بعد هذا الموضوع هذا، ولكن تصالحوا ونساو الموضوع. آية بقات حاقدة عليها وقررت انها باش تقتلها في هذا النهار، جابت واحد الموس من الكوزينه وضربتها في صدرها وخلاتها طايحه في الارض. من بعد خرجت كتجري ومشات عند صاحبها باشاوي نبيل اللي كان هو مول الدار اللي كارهه ليها. عاودت ليه القصه كامله وقالت ليه انا ما عارفاش شنو غادي ندير دابا. هاد خونا قال ليها ما تخافيش انا اللي غادي نتصرف، واقترح عليها انه باش يجيبوا ليسانس ويشعلوا العافيه في الشقه كامله، وهكا غادي يعتبروها انها حادثه عاديه وما يعرفوهاش كيفاش ماتت. وهي كتعاود هادشي للبوليس ما كانش باين عليها الحس ديال الندم، وهادشي اللي كيبين الكميه ديال الحقد اللي كان عندها جهه فرح. هادشي اللي كانت كتقولوا خالة فرح من الاول، ولكن مع الاسف اللي فات. ما علينا، خونا جاب ليسانس ورشوه على ديك الجثه وشعلوا فيها العافيه، ولكن من بعد خافوا ان العافيه تشعل في الدار كامله، فناضوا طفاو هذيك العافيه وخلاو الجثه كيف ما هي حتى يفكروا اشنو غادي يديروا فيها. دازوا 3 ايام والجثه باقا في الدار حتى خرجت منها واحد الريحه اللي خايبه، والجيران بداو كيتشكاو. كان عندهم الحل الوحيد هو يمشيو عند بيشاوي، هو مول الشقه اللي كان كاري الآية وفرح، وقال لهم باللي كونوا هانين انا غادي نحل هذا الموضوع هذا. هاد خونا مشى عند آية وقال ليها باللي الجيران راه بداو كيلاحظوا، وإلا سولوك غادي تقولي لهم باللي الثلاجه خسرات ليك وفيها اللحم هو اللي طلق هذيك الريحه.
وفعلا آية مشات عند الجيران وعاودات لهم هاد القصة والجيران تاقوا بها. دابا بقاو كيفكروا كيفاش غادي يتخلصوا من هاد الجثة بلا ما يتفضح الامر ديالهم. جابوا واحد الخنشة وبغاو يحطوا فيها ديك الجثة، ولكن الجثة كاملة ما بغاتش تدخل لهم في الخنشة. ملي الجثة ما بغاتش تدخل لهم في الخنشة، ناضت آية وجابت واحد الموس وبدات كتقطع الاطراف ديال الجثة. من بعد ما كملوا هاد الشيء بقاو كيتسناو حتى الفجر باش يشوفوا شي مول تريبورتور اللي غادي يدي لهم هاد الجثة ويرميها في الواد الحار. الاعترافات ديال آية وصاحبها قدام رجال الامن كانت صادمة بالنسبة لهم، ومن المستحيل شي واحد يتيق باللي آية تقدر دير هاد الشيء في صاحبتها اللي كانت بحال ختها. من بعد ما شدوهم وتقدموا للمحاكمة، غادي يتم تحويل الملف ديالهم للمفتي الشرعي باش يصادق على حكم الإعدام في حقهم بجوج. حاولوا الناس يتعاطفوا معاهم، ولكن في الأخير غادي يقولوا باللي يستاهلوا عقاب أكبر من الإعدام. إلا وصلتي معنا حتى لهنايا فراه غادي تكون سالات القصة ديال اليوم. ما تنساوش تخليونا تعليقاتكم على المحتوى وعلى القصة ديال اليوم. نشوفكم في قصة جديدة.